العلاقة بين فرنسا والمغرب توترت بعد ما كان المغرب دولة قريبة على مصالح فرنسا في المنطقة. المغرب وفرنسا قرابين في الجغرافيا وحتى في التاريخ. حماية فرنسا، الجالية المغربية، علاقة الرؤساء الفرنسيين مع المرحوم الحسن الثاني وصاحب الجلالة محمد السادس. اليوم لماذا هاد العلاقة ضاعت؟ هاد العلاقة اللي كتجمع هاد جوج دول اللي قرابين بزاف وخلات هاد الدول المغرب وفرنسا بغير سفير. السلام عليكم بعد جميعا ومرحبا لكاع المسلمين. في الاول نشوفوا الوضعيه ديال المنطقه. هاد الوضعيه خطيره بالنسبه للبلدين، وهذا الشيء اللي خلات هاد البلدين المغرب وفرنسا عندهم كثير من الطلب. بالنسبه لفرنسا الطلب الاول هو الهجرات، يعني هاد الهجرات ديال جنوب الصحراء ولا حتى الهجرات ديال المغاربه اللي كدوز من البحر المتوسط وكتخلي المغرب باب ديال اوروبا وحارس ديال اوروبا. الهجرات أصبحت مشكل أكبر في فرنسا وحتى في أوروبا، كما شفنا السفينة أوسيان فيكينغ اللي زعزعت أوروبا ودارت المشاكل ما بين بعض البلدان الأوروبيين كما فرنسا وإيطاليا. فرنسا محتاجة بالمملكة المغربية بالنسبة للاستقرار. المغرب هو مملكة دستورية مع نظام قوي. في هذا العالم العربي المغرب عنده حالة خاصة بالنسبة للدول الآخرين، ولكن هذا الاستقرار اللي عند المغرب ما دايمش. الى المغرب ما تقدمش وزاد القدام وتقدم حتى اجتماعيا، هو براسو المغرب غادي يولي مشكله للمنطقه والاستقرار ديال المنطقه. دول متقدمين الاوروبيين كيلاحظوا الحاله الاقتصاديه ديال المغرب وحتى العسكريه، كما اسبانيا اللي كتاخذ بجديه التسليح المغربي والجزائري بالنسبه للمشكل في الصحراء اللي كانت قلب السياسه الخارجيه ديال المغرب. والمغرب كان محتاج بفرنسا في الماضي، كان محتاج فرنسا باش فرنسا تستعرف بالصحراء، ولكن اليوم ترامب استعرف بمغاربه الصحراء والمغرب ما بقاتش محتاجه بفرنسا. المغرب كان محتاج فرنسا بالنسبه للاستثمار والسلاح وبالنسبه للزيكيبمون كما التران كما الطياير، ولكن شفنا التقرب الامريكاني والاسرائيلي مع المغرب بالنسبه لبعض الاشياء كما السلاح كما العسكر كما التكنولوجيا كما الاستثمار، وخلات فرنسا ضعيفه. النتيجه هادشي، النتيجه ديال هاد التقرب المغرب مع الدول الاخرين من غير فرنسا هو فرنسا ضعفت فرنسا بزاف في المغرب وحتى في المنطقه، وتبدل النظام القوه الدولي في المنطقه. ولكن فرنسا بعد استقلال كان هدفها ان الدول في المنطقه ما يتصالحوش باش تبقى فرنسا الوسيط وهي تفصل بين الدولتين المغرب والجزائر. هذا النظام الدولي الجديد اللي خرج فرنسا من الحساب جاء مع ضعف فرنسا بالنسبه للاقتصاد العالمي وضعف حتى اوروبا، واصبحت فرنسا واوروبا قدام حيط. اولا فرنسا واجب عليها تبقى مزيانه مع المغرب وعلى الجزائر وبعض الدول في المنطقه بالنسبه للهجرات الافارقه والهجرات ديال الشباب ديال هاد الدول، الاجراءات اللي كانت تحديات كبيره بالنسبه لاوروبا والعالم. فرنسا محتاجه بالمغرب بالنسبه للساحل وحضور فاغنر الروسيين في مالي وتشاد، وحتى المغرب اللي اصبحت قوه ماليه في افريقيا الغربيه وحضور كثير من الابناك المغربيه. فرنسا محتاجه بالمغرب في كثير ديال الاشياء، ولكن فرنسا خصها تبدل النظر والتقرب ديالها بالنسبه للمغرب. تستعرف فرنسا بالصحراء المغربيه وتتحد مع الدول المنطقه باش نفوتوا تحديات كبار اللي كيساينونا كما الجفاف الارهاب والهجره اللي يقدروا يكسروا الاستقرار يوليو كاع الدول المنطقه يتاداو. كاينه واحد الفرصه، كاين واحد الحل باش المغرب وفرنسا يزيدوا يتقربوا ويجدوا العلاقه ديالهم. هذا الحل هو معلق بالبروجي بالمشروع ديال غازودوك ان ام جي بي ديال المغرب ما بين المغرب ونيجيريا اللي طويل ب 6000 كيلومتر واللي كيقدر يوصل 5000 مليار متر كوب ديال الغاز الى اوروبا. هذا المشروع هذا الغازودوك اللي كيدوز على بعض الدول الافارقه، موريتانيا، السنغال، كيدوز على بزاف ديال الدول وكيعاون حتى بعض الدول اللي كانوا اونكلافي اللي كانوا مبلعين ما كانش عندهم فرصه باش يتوصل عندهم الغاز وباش يتقدموا. فرنسا الا كانت باغيه تدخل في المستقبل، الا كانت باغيه تعاون هذه المنطقه باش تقدم وباش تنقص هذه الهجره اللي كيجيو لاوروبا، خصها فرنسا داعم وتدخل في هذه المشاريع كما هذا الغازودوك باش تعاون هذه المنطقه باش تقدم وباش الشعب ديال هذه المنطقه حتى هو
يولي يبغي يجلس في بلادو، ولكن على شروط السياسه، على شروط المسؤولين ديال هاد البلدان الافارقه باش يعاونوا شعبهم، وباش داك المال اللي غيخرج من هاد المشروع ما يمشيش الا غير المسؤولين وغير الحكام، يعني ينفع كاع الشعوب. فهمتوا بان فرنسا والمغرب عندهم علاقه كبيره، والعلاقه اللي كاينه حتى مع المغرب والجزائر قويه بالنسبه للتاريخ وبالنسبه للاقتصاد. هنا الفرنسا خصها تعرف بان خصها تدخل تصلح وما ديرش كيما الماضي، وما تلعبش بهاد الدول ديال المنطقه باش تدافع على المصالح ديالها، خصها تدافع على المصالح ديال كاع المنطقه. بارك الله فيكم وشكرا لكاع المتتبعين. ما تنساوش تابوناو في الفيديو وفي لاشين، وان شاء الله نزيدوا مع فيديوهات اخرين نهضروا على الخبر وعلى المغرب وعلى فرنسا وعلى الجزائر. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.